دائما بتبعتوا لي ليش ما بتعملي اكلات حلو. هي اكلة حلو خفيفة ونظيفة وطيبة كتير، يلا نحضرها سوا. هون عندي 5 اكواب حليب، رح ننزل عليهم نص كوب سكر ونحرك. معلقة صغيرة فانيلا، معلقة كبيرة ماء زهر، وكوب سميد، ومنحرك. نتركها تغلي على النار مع التحريك كل شوي لحتى توصل لهذا القوام. نزلها على جاط ويفضل يكون حراري. هلا منتركها تبرد وبعدين مندخلها على براد لساعتين. للطبقة الثانية رح استخدم قشطة منزلية، عملت لها فيديو قبل، رح احط الرابط بالوصف. نزلها على الخلاط، ضيف عليها قشطة الحليب اللي هي الوجه اللي بيطلع على الحليب لما نغلي، ومعلقة صغيرة من السكر البودرة. رح نخلطهم وبرجع لكم. خلطناهم على الخلاط وهلا رح نضيف معلقة من النشا. النشا ذوبناها على البارد، بعدين حطيناها على الغاز مع الاستمرار بالتحريك لحتى نوصل لهذا القوام. في ناس بتستخدم القشطة العلب بس هي طعمتها أطيب بكتير كتير. لا رح بلش قشر الفستق الحلبي التازة، طبعا بدنا نرشه على وش الأكلة. الفستق الحلبي من محلات حمادة مصياف السوق الرئيسي، عندهم تشكيلة كتير كبيرة من المكسرات والشوكولا. تابعوا صفحتهم على الفيس اسمها محلات حمادة. وهي الفستق بعد ما قطعته صار جاهز. هي الطبقة بردت وهلا رح نزل عليها القشطة. هلا رح رش رشة خفيفة من الفستق الحلبي وبعدين نزل القطر. القطر عبارة عن كاستين سكر، كاسة مي، معلقة ماء زهر، وبعد ما بيغلي شوي عصرة ليمون. وهلا بننزل القطر. قطعها مشان تتشرب القطر منيح. قولي بالتعليقات شو بتسموا هاي الأكلة. اللمسة الأخيرة. وهلا رح ندخلها على البراد ساعتين. وهيك بيكون فيديو اليوم خلص. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا فولو وتحطوا لايك وتكتبوا لي رأيكم. بحبكم كتير، باي.